يوجا. وات از يوجا؟ كل ما حد بيجيلي بيقول لي يوجا ايه وبتاع ايه، بيفضلوا قاعدين عاملين كده. طيب يا جماعه، ننسى بقى فكره الافلام القديمه، ننسى كل اللي كان بيحصل زمان عن ان انا في يوجا بفضل قاعده اعمل كده بس. اليوجا اعمق من كده بكتير. اولا اليوجا بتتقسم ببساطه لثلاث حاجات، بتحاول ان هي توحد العلاقه ما بين الروح والعقل والجسد، mind, body and spirit، من خلال first breathing techniques، ممارسات التنفس. تاني حاجه الفيزيكال براكتس، التمارين الجسديه. تالت حاجه المديتيشن اللي منه البوز ده. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان اليوجا 3 انواع، 3 حاجات. خلال الفيزيكال براكتس بركز على نفسي كويس قوي، بستخدم بريدنج تكنيك، بخلي مخي يركز في كل حركة بعملها، امتى بطلع لقدام، امتى برجع لورا، امتى باخد انهيل وانزل، امتى باخد انهيل واطلع. ده بيعمل لي حالة من التأمل. ليه؟ لاني ما ببقاش مشغولة في ايه اللي بيحصل بره، انا عندي ايه بعد الكلاس، انا عندي هطبخ ايه النهارده. بيخليني افصل. فديورنج الفيزيكال براكتس لمدة ساعة يوميا ويوم واحد اجازة في الاسبوع، بيبدأ الجسم يتعود على النفس، فاللنجز الرئة بتستوعب هواء اكتر، فبالتالي الاكسجين بيوصل لاماكن في الجسم ما كانش بيوصلها في العادي، علشان احنا بنتنفس بطريقه مش صحيحه. بنتنفس شالو بريدنج، بنتنفس تنفس سطحي جدا، ما بندخلش الاكسجين قوي جوه جسمنا، وده بيعمل لنا مشاكل كتير. الفيزيكال براكتس، التمارين الجسديه، بقدر منها اخس واعمل تونينج لجسمي، يعني اريشيب جسمي. ده للبنات. بقدر اعمل ماسلز، عشان الرجاله بتقول ان اليوجا للبنات بس عشان هاديه وبسيطه. لا خالص، اليوجا انواع كتير ومدارس كتير. فاقدر اني ابني ماسلز. رابع حاجه اقدر اني ابقى فلكسبل. بس الفكره ان اليوجا ضد العنف. في مدارس تانية زي مثلا في الجيم، في الكروسفيت، في الباليه مثلا، علشان تبقى فلكسبل او حاجه بيضطر ان انت يبوش. اليوجا ما فيهاش بوشنج خالص، بالعكس. انا لو تعبت، لو بعمل بوز صعب وحسيت ان انا تعبان، بوقف، اخد نفسي، استعيد قوتي تاني وارجع اكمل. طيب ايه مدارس اليوجا اللي متعارف عليها في مصر؟ هاثا، فينياسا، اشتانجا، باور يوجا، اير يوجا، كونداليني. هما دول اكتر حاجه متعارف عليها. طيب انا دلوقتي عايز ابدا يوجا علشان اخس، بعمل ايه؟ اول حاجه، لو عايز يوجا صح، تروح يوجا استوديو، تروح مكان متخصص، ما تروحش الجيم. روح الجيم، انا ما عنديش اعتراض على الجيم خالص، بس الجيم ما بيكونش فيه كل الفاسيليتيز اللي انت هتلاقيها في الاستوديو. ما بيبقاش فيه الاكويبمنتس بتاعت اليوجا، لان هما بيهتموا اكتر بالدمبلز وبالويتس وبالحاجات دي، فما بيجهزوش الاستوديوز بتاعت اليوجا زي ما بتروح مكان مخصص بروفيشنال في اليوجا. فدي اول حاجه. تاني حاجه، لازم تقول للانستراكتور كل الحاجات اللي عندك، لو عندي امراض، لو عندي فيزيكال بروبلمز، لو عندي ماسلز تعباني، اي حاجه حاسس بيها في جسمك لازم تقول عليها قبل ما تبدا الكلاس. تالت حاجه، وانت رايح الكلاس لازم تبقى عارف انت رايح تعمل ايه. هل انا رايح للفلكسبيليتي، رايح للسترينث، رايح للهدوء الاعصاب، رايح لايه؟ علشان على الاساس ده هتقدر تختار الكلاس اللي انت محتاجه، الكلاس اللي انت عايزه. في ناس مثلا بتبقى اول مره خالص تعمل تمارين في حياتها وبتدخل مثلا باور يوجا او اشتانجا، بيكرهوا اليوجا. ليه؟ لان مثلا حاجتين زي دول، مدرستين زي دول عناف، اقوياء،
عايزه ناس اصلا اوريدي يعني جسمها متعود على التمرين، ف حاجه الفلو بتاعها سريع شويه. فلما حد بيجنر قوي ما عملش اي حاجه في حياته قبل كده يدخل على دول هيكره اليوجا. طب انا بيجنر عايزه ابدا بايه؟ ممكن ابدا بفينياسا جنتل فلو، ممكن يبدا بهاثا، ممكن يبدا بين، والين صعبه برضه مش لازم يعني مش سهل ان حد يبدا بيه برضه، لان هو ديب ستريتشنج قوي، فممكن اجسامنا لما تكون مش متدربه كويس ممكن تتعب. فدي تاني حاجه، بحدد الاول انا رايح لليوجا هدف ايه وبروح. طيب اخترت الاستوديو، انهي ستايل هختاره؟ جرب كل الستايلز، والستايل اللي تلاقي نفسك جسمك مرتاح فيه بكمل فيه. طيب بالنسبه للتيتشر، بتجرب مع تيتشرز كتير، واول ما بتلاقي التيتشر اللي ارتحت معاها او ارتحت معاه بتكمل معاه. ممكن ترتاح لاكتر من تيتشر، ده مش معناه ان خلاص ندى هي ماي جورو فهكمل مع ندى ومش هاخد مع حد تاني، لا، بكمل باخد مع اكتر من حد، بجرب كذا ستايل، بشوف جسمي يرتاح في ايه وببدا اكمل مع الشخص ده في النوع بتاعه. طيب اكل ايه عشان اخس مثلا من اليوجا؟ طيب لو انا عايزه اخس اليوجا هتخسسني، بس لو انا ما ساعدتش نفسي بالاكل وبالانتظام في التمرين وفي النفس مش هيحصل حاجه. ولازم موضوع الخسسان ده بالذات يجي من المخ. ليه؟ طول ما انا مقتنعه اني لما بشم بس ريحه الاكل بتخن عمري ما اخس. لازم اغير طريقه تفكيري، وهنا بتيجي حته الوعي، البيز بتاع اليوجا، انك تبقى واعي، دي اهم حاجه. فدلوقتي انا واعي بكل الاكل اللي انا باكله، الكالوريز بتاعته قد ايه، بتتحرق في قد ايه، انا الميتابوليزم بتاع جسمي لما بعمل ان بودي او حاجه انا عارفه الفاتس فين، وخلاص عرفت كل حاجه وبدات مع حد تمام. الاكل هظبطه ازاي؟ في الهند اتعلمنا ان جرب كل حاجه، دوق كل حاجه، واعمل زي نوت بوك الحاجات اللي تعبت منها تكتبها. تقول انا تعبت مثلا من الفراوله جابت لي حساسيه، انا تعبت من الموز، انا البروكلي نفخ لي بطني مثلا، البقوليات بتتعبني جدا بتخلي عندي الهضم مش كويس. كل الحاجات دي بتجمعها، بتقعد مثلا 3-4 شهور تأوبزيرف بوعي ايه اللي بيتعبك وايه اللي مش بيتعبك. بعد كده تبدا انت تسيستم نفسك بنفسك. في طبعا اماكن مخصصه زي لابس وكده بتروح تعمل زي تحاليل وكده عشان تعرف انت جسمك اصلا عنده الرجي من ايه، عندك ايه الحاجات اللي المفروض تاكلها، ايه الحاجات اللي مش المفروض تاكلها. بس مش كل الناس هيبقى عندها الوقت والفلوس ان هم يعملوا حاجه زي كده، لان هي بتكون اكسبنسيف، بتبقى غاليه جدا. فلو انا معيش فلوس وعايز اعرف انا جسمي بيتعب من ايه ومش بيتعب من ايه، هبدا اركز معاه كويس قوي بوعي، واكتب كل حاجه زي ما قلنا. طيب دلوقتي احنا عارفين كلنا ان لازم نشرب ميه كتير، لازم ناكل حاجات جايه من الارض، حاجات ربنا خلقها، فواكه، خضار. ما عنديش مشكله ان احنا ناكل لحوم بس بكميات قليله، نحاول نقللها، لان اللحوم مش سهل الهضم، فممكن تعمل مشاكل لناس في الجهاز الهضمي، انا منهم. اللحمه مثلا بتتعبني، فمش بقول لكم بطلوها بس نقللها، يعني اخد المفيد منها، بس برضو لما بنعتدل الموضوع بيكون احسن. تمام، ده بالنسبه للاكل. كده اتكلمنا عن الاكل والتمرين، انواع اليوجا، الستايلز بتاعتها، الاماكن اللي ممكن اروحها. لو انتوا عايزين تعرفوا ايه الاماكن الستوديوز، بروفيشنال ستوديوز عن اليوجا في القاهره، اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل لكم، هحط لكم اللينكس بتاعت الاماكن كلها. لو في اي اسئله تانية برضو احب ان انتوا تقولوا عايزين تسالوا في ايه، ايه الحاجات اللي انتوا بتعانوا منها في جسمكم، غير في الاكل، غير في التمارين، غير في الخسسان، الحاجات اللي كلنا عارفينها، لا عايزه حاجات سبيسيفيك اكتر.
لان اليوجا بتعتبر علاج برضو، مش مجرد ان هي براكتس او كده. لا، اليوجا بيعالجوا بيها نفسيا، بيعالجوا بيها جسديا. فاحب برضو اني ابقى عارفه ايه المشاكل الجسديه اللي عندكم وازاي نقدر نحلها باليوجا. طب اكزامبل للمشاكل الجسديه، مثلا الغده، القولون، في بوزز معينه بتبقى للناس اللي عندها constipation او كده، فبنعمل بوزز معينه بتحاول ان هي تسهل الموضوع شويه. الناس اللي عندها مشكله في التنفس او حاجه، بنبدا ان احنا نعمل لهم breathing techniques وتمارين معينه برضو تخلي اللونجز تبقى more open وتستوعب اكسجين اكتر and so on and so on. so قولوا لنا انتوا ايه الحاجات اللي بتعانوا منها ونبدا واحده واحده نتكلم عنها. ثانك يو، اشوفكم الفيديو اللي جاي. كان